أهلا بيكم. في ناس وجودهم في حياتك مش بيأذيك بشكل مباشر، لكن وجودهم بيسحب من طاقتك ومن ثقتك بنفسك ومن شعورك بالراحة من غير ما يعملوا مشكلة كبيرة ومن غير أصلا أنت ما تلاحظ. في فيديو النهاردة هعرفك إيه هي العلامات اللي بتقول إن الشخص ده بيهدم في صحتك النفسية وإيه الخطوات اللي تاخدها. أول علامة هي التقليل من مشاعرك بس بشكل هادي، يعني مش هيقولك انت بتبالغي ولا هيقولك انت مكبرة الموضوع، لكن هيعمل حاجة تانية. هتلاقيه غير الموضوع أو يرد بابتسامة خفيفة أو يرد ردود مقتضبة صغيرة كأنه بيقولك انت مش مهم. النتيجة انك بتخرجي من المحادثة دي أو من الكلام معاه وانت حاسة بأن مشاعرك قليلة ملهاش قيمة. العلامة التانية لما تكون العلاقة من طرف واحد، لما تلاقي نفسك موجودة وقت احتياجاته، وقت احتياجك انتي محدش بيسمعك، تحسي ساعتها ان وجودك في حياته بيخدم احتياجاته هو، وان العلاقة دي كأنها من طرف واحد مش متبادلة كده ورايحة جاية. بعدها بتحسي انك انتي مرهقة دايما في العلاقة ومش فاهمة ايه السبب. العلامة الثالثة لما تلاقي الشخص ده وجوده سبب ضغط عليكي مش راحة وانتي مش فاهمة ايه السبب. مش لازم حد يزعق أو يهين علشان خاطر تكون العلاقة مؤذية. في بعض أحيان تبقي قاعدة ومنتش حاسة انك انتي على طبيعتك، مش عارفة تقولي ايه، وده بيخليكي تبقي برضو بيزيد من التوتر بتاعك. ولو قابلتيه بتحسي بضيق. العلامات دي كلها بتقولك ان العلاقة دي بتسحب من طاقتك وانك انتي في علاقة مؤذية. العلامة الرابعة عمره ما بيعتذر حتى ولو غلط، دايما عنده مبررات جاهزة، كنت تعبان، كنت مشغول، عندي ظروف. الشخص اللي مش بيعترف بغلطه ده شخص متعب جدا نفسيا. لو لقيتي علامة او اكتر من العلامات اللي فاتت دي في الشريك، ده مش معناه انك انت هتروحي تقطعي العلاقة مباشرة، لكن لازم تفهمي ايه اللي بيقع عليكي ولازم تبتدي تحطي حدودك. جالي سؤال من احد المتابعين بيقول ان خطيبته لما بيتكلم معاها بتلاقيها دايما بتقلب في الموبايل، كمان بيلاقي كتير من التفاصيل اللي حكاها لها هي مش فاكراها، وبتقوله ان انت ما قلتليش الكلام ده. هو دلوقتي مش عارف يعني يتصرف ازاي. في فرق ما بيكون الانسان مشغول شوية او مشتت وما بين ان هو مش حاضر معاك في العلاقة اصلا. الشخص المهتم هيرجع يقولك معلش نوقف شوية، ايوه كنت بتقول ايه، ان هنا هو مهتم يعرف التفاصيل. اما لو كانت مش مهتمة اصلا تعرف تفاصيلك، فهنا ده معناه علامة خطرة ان انت في علاقة مع شخص مش مهتم. وطبعا عدم الاهتمام هيأثر على التواصل ما بينكم فيما بعد ذلك وخصوصا بعد الزواج. الحل طبعا انك تتكلم معاها بصراحة وبوضوح وبتفهمها